بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم حول رواية اجتماعية. عنوان الرواية: الطفل اليتيم بين نارين. الفصل الأول: البداية. في قرية نائية محافظة محاطة بالجمال، محاطة بالطبيعة، بالجبال، بالأودية والأنهار، كان يعيش طفل يتيم يدعى كريم، يبلغ من العمر 12 عاما. بعد وفاة والديه في حادث مأساوي قبل عامين، كان كريم يعيش تحت كفالة رجل يدعى آدم، وهو رجل مسن تجاوز 50 من عمره. كان آدم مدمنا على الكحول، وكلما عاد إلى القصر في حالة سكر كان يعتدي على كريم بالضرب والجرح المبرح دون أي سبب. الفصل الثاني: الألم المستمر. مرت سنتان منذ وفاة والدي كريم، وكان الطفل يتعرض لضغوطات وإيذاء متواصل من آدم العجوز. كانت الأيام تمضي بصعوبة على كريم، حيث كان يعاني من الوحدة والعنف. بدأ يفكر في الهروب من هذا الجحيم، متطلعا إلى حياة أفضل في مكان آخر. الفصل الثالث: الفرار. وفي يوم من الأيام تعرضت القرية لفيضانات قوية بسبب الأودية المحيطة. اعتبر كريم أن هذه هي فرصته للهروب. جمع بعض أمتعته البسيطة وغادر القرية نحو المدينة، مستغلا الفوضى التي أحدثها الفيضان. بينما كان سكان القرية يعانون من الهلاك بسبب الكارثة، كان كريم يفرح بقرار هروبه. الفصل الرابع: الصعوبات في المدينة. بعد أيام من الجوع والعطش، وصل كريم إلى المدينة منهكا. حاول العثور على عمل ومأوى، لكن دون جدوى لعدة سنوات. كان يعيش ما يجده في الطبيعة ويعتمد على نفسه بشكل كامل. وأخيرا تمكن من العثور على عمل في مطعم في مدينة إسبانيا، حيث بدأ يجمع المال ويستقر قليلا. الفصل الخامس: المواجهة غير متوقعة. بعد فترة من العمل في المطعم، فوجئ كريم بظهور آدم العجوز أمامه في يوم من الأيام. كان آدم يلح على كريم بالعودة إلى القرية، لكن كريم رفض بشدة. حاول آدم إيذاءه وإرغامه على العودة بالقوة، لكن زبائن المطعم ورجال الشرطة تدخلوا لإيقاف آدم وطرده من المكان. الفصل السادس: الشغف بالرسم. مرت سنوات وكريم يعمل بجد في المطعم نهارا، وفي الليل كان يرسم لوحات فنية رائعة. كانت ميوله للرسم فطرة لم يكتشفها إلا فنانون أدركوا موهبته الكبيرة بمرور الوقت. اشتهر كريم كفنان مبدع، وبدأ يحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال. الفصل السابع: الحب والعائلة. في إحدى الأيام التقى كريم بفتاة تدعى إسراء. كانت إسراء جميلة ورقيقة، لكنها كانت تعاني من انطواء ومرض نفسي بسبب الفقر وظلم أسرتها لها. وقع كريم في حبها، وقرر أن تكون زوجته وشريكته في حياته وفي مقاولته الصغيرة. تزوجا وبدأ يخططان لمستقبل مشرق معا. الفصل الثامن: العودة للجذور. بعد أن حقق نجاحا كبيرا، قرر كريم
زيارة مسقط رأسه في القرية، عمل على إعادة إعمارها وبناء منازل حديثة للسكان مقدما لهم حياة أفضل. كانت هذه الخطوة لفتة تعبر عن امتثانه وامتنانه وتقديره لمكان نشأته. الفصل التاسع: الاختطاف. رغم تحسن الأوضاع في القرية، لم ينس آدم حقده القديم. كان يراقب إسراء زوجة كريم، وفي يوم من الأيام قرر اختطافها. نجح في تنفيذ خطته واختطف إسراء وأخفاها في منزل له في الولايات المتحدة الأمريكية. الفصل العاشر: البحث عن إسراء. بدأ كريم بالبحث عن زوجته المفقودة، وأبلغ السلطات بذلك. تذكر كريم أنه أعطاها عقداً يحتوي على جهاز تتبع، مما ساعده في تحديد مكانها. بالتعاون مع الأمن والجماعات الحقوقية، تمكن من العثور على إسراء وإنقاذها. الفصل 11: العدالة. تم القبض على آدم، وكشف خلال التحقيق أنه قتل والدي كريم بسبب نزاع على أرض فلاحية. كما اعترف بأنه كان يعتدي على والدة كريم ويجبرها على تناول الطعام الممزوج بالملح، ويظمئها ويسجنها. بعد هذه الاعترافات تم إدانة آدم وزوجته، وحكم عليهما بالسجن. الفصل 12: المستقبل الجديد. بعد كل هذه الأحداث، طلبت إسراء الطلاق من كريم بسبب الأكاذيب التي كان آدم العجوز يرويها لها عنه. قرر كريم الاستجابة لطلبها وترك الماضي خلفه. بدأ يركز على بناء مستقبله بنفسه، متكلا على الله الوكيل سبحانه وتعالى، ومحققا النجاح في أعماله الفنية والتجارية. تلكم كانت رواية الطفل اليتيم بين نارين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، بالطبع يمكن توظيف معنى النارين في العنوان بشكل إيجابي لإضافة عمق للرواية. يمكن تفسير نارين كمصطلح يرمز إلى تجربة المعاناة والصعوبات التي واجهها الشخص الرئيسي في الرواية، وهو الطفل اليتيم كريم. إليكم توضيح للعنوان بتوظيف نارين: الطفل اليتيم بين نارين، رحلة البحث عن الأمان والحرية. في هذا العنوان يمكن تفسير نارين بأنها تمثل التحديات والمصاعب التي يواجهها الطفل اليتيم